أولا بداية أرحب بأبنائي وبناتي الذين تأهلوا شرف ورحلة مكللة بالنجاح خلال التصفيات التي سادتها أجواء من الحماس والتنافس. الحضور الكريم، تسعد ولاية وهران باحتضان البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية. هذه المنافسة الرياضية الهامة المنظمة تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي تأتي تجسيدا لرؤية الرئيس في الارتقاء بالرياضة الوطنية وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين الوطني والدولي. يجدر التذكير في هذا المقام أن تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية لأول مرة يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس السيد عبد المجيد تبون، وتجسيدا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2024. إن ولاية وهران تسعد باستضافة هذه المنافسة في عدد من المنشآت الرياضية، مستفيدة مما لديها من إمكانيات كبيرة وجاهزية عالية لتنظيم واستضافة فعاليات الأحداث الرياضية الكبرى. وتعكس هذه الاستعدادات الالتزام بتقديم حدث رياضي متميز يساهم في تعزيز التواصل بين تلاميذنا ونخبنا الرياضية المستقبلية. هذه البطولة التي تعرف مشاركة نحو 4000 تلميذ وتلميذة يمثلون مختلف ولايات الوطن تعتبر من المشاريع الطموحة لتعزيز الرياضة المدرسية وترسيخ قيم التنافس والتعاون والانضباط بين الأجيال الصاعدة، مما يساهم في دعم الرياضة الوطنية على المدى البعيد والطويل، باعتبارها تهدف أساسا إلى اكتشاف المواهب والنخب الرياضية المدرسية لتكون خزانا للنخب الوطنية. سيدات الفضليات، السادة الأفاضل، إن هذه الدورة الرياضية ليست مجرد حدث رياضي فحسب، بل تمثل موعدا هاما لتطوير مجالات الرياضة المختلفة. إننا نعتبر هذا الحدث فرصة قيمة لدعم الرياضة المدرسية التي تعد النواة الأساسية لبناء جيل رياضي متميز، حيث نسعى من خلاله إلى تعزيز الرياضة المدرسية في الجزائر وجعلها قاعدة الانطلاق للرياضيين الشباب نحو المنافسات الدولية، حيث أن تطوير الرياضة المدرسية يشكل جزءا أساسيا من خطط السيد رئيس الجمهورية المستقبلية لضمان استدامة التميز الرياضي وتحقيق إنجازات على المدى الطويل. في الأخير، لا يفوتني أن أعرب عن تقديري العظيم لجميع الهيئات التي ساهمت في التحضير لهذه المنافسات، كما أتمنى لتلاميذنا الرياضيين ولتلاميذتنا الرياضيات المشاركين كافة دوام التوفيق والنجاح. وفقنا الله جميعا لما فيه خير البلاد لهذا الوطن الكريم. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.